أود الصوت أود الترحيب بالسيدات والسادة الصحفيات والصحفيين على حضورهم معنا اليوم في تقديم مذكرات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكذلك أود الترحيب بالأصدقاء والمناضلات والمناضلين الحاضرين معنا. مذكرات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ليس ما فيهاش فقط اقتراحات تقنية، بل هي مبنية على تصور سياسي اللي جاي في واحد السياق اللي كتعرفوا بلادنا، واللي هو سياق ديال التراجعات، سياق ديال النقوص على مجموعة ديال المستويات، على المستوى ديال الديمقراطية. واخر هاد التراجعات هي ان وقع الحجر على المنتخبون، على المؤسسات المنتخبه الجماعات، ومن خلال اختصاصاتها فيما يخص التنميه تعطات اليوم للعمال والولاة، وهذا بالنسبه لنا تراجع اللي يمكن يتفسر بما تعرفه الجماعات من فساد وما تعرفه من، لكن الاصلاح باعتقادنا كيبدا من اصلاح المسببات، واولى المسببات هي المنظومه الانتخابيه اللي في بلادنا. المنظومه الانتخابيه في بلادنا تاريخيا كتعرف اعطاب وكتعرف اختلالات اساسيه وكبيره جدا. قبل ما ندوز المنظومه الانتخابيه، نحن نعتقد ان اذا بغينا ان الناس نعيدوا الثقه في المؤسسات، اذا بغينا ان نعطيو مؤسستنا مصداقيه، اذا بغينا ان المشاركه تكون ايجابيه ومهمه في العمليه الانتخابيه، يجب اولا وقبل كل شيء نصالحوا المغاربه مع بلادهم، مع وطنهم، وذلك بقرارات كبرى تاريخيه جريئه. اولها اطلاق سراح المعتقل. خصنا نخلقوا اجواء ايجابيه للعمليه الانتخابيه، اطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم واحد الجرح عميق في جسد الوطن الا وهو معتقلي الريف. ما نساوش ان بلادنا اليوم كاين في السجن شباب ناضل من اجل القضايا الاجتماعيه بسيطه، كنعتقدوا ان حل الوقت يمكن كانت هناك اخطاء الى اخره، لكن حل الوقت لاطلاق سراح كل المعتقلين، ووقف المتابعات للصحفيين والمدونين والمناضلين. حنا عندنا مجموعه ديال المناضلين متابعات، علاش؟ لانهم يحاربون الفساد، لانهم كيديروا تدوينات لمحاربه الفساد، لان عندهم صراعات مع رؤساء فاسدين ديال الجماعات الى اخره. كنعتقدوا ان حل الوقت لهذا الملف ديال الاعتقال السياسي وديال الصحفيين وغيرهم خصو يوقف. المساله الثانيه كنعتقدوا كذلك خص اشارات مهمه واساسيه جدا في الاراده ديال الدوله لمحاربه الفساد. اليوم اصبح الفساد حاله، حنا شحال هذه كنقولوا هادشي، راه ماشي اول مره كنقولوها، دائما كنقولوها في الانتخابات اللي فات واللي قبل منا وفي تصريحاتنا وبياناتنا، ان الفساد تم تعميمه في كل مجالات الحياه الوطنيه. من يوصل الفساد للجامعه، من يوصل الفساد للزوايا، من يوصل الفساد في كل مناحي الحياه الوطنيه هناك تعمم الفساد وتمدد واصبح بنيويا، ونحن نخشى على الوطن وعلى المؤسسات من الفساد. اذا بغينا نرجعوا الثقه، خصنا تكون اشارات قويه في محاربه الفساد. المساله الثالثه اللي كنعتبروها اساسيه كذلك، اذا بغينا نصالحوا المغاربه مع السياسه ومع العمليه السياسيه، خصنا كذلك تكون اشارات فيما يخص الحياه اليوميه للمواطنين. هاد السنتين الاخيرتين عرفوا واحد المستوى ديال الغلاء وديال الجشع وديال التغول ديال راس مال الريعي الاحتكاري، حتى اليوم ولا كل شيء باغي يزيد، كل شيء كيقول لك الغلاء نزيد. تصوروا معايا اي حاجه، من انا كنمشي للسوق وكنشوف مطيشه كيفاش كيوصل 20 درهم 10 درهم 12 درهم، كيفاش ان اللفت كيوصل هذيك النهار مشيت نهار الجمعه قالوا لي 12 درهم ما شريتوش، اللفت دير السكسوت 12 درهم الكيلو. بمعنى اخر هاد وحنا درنا اقتراحات
قدمنا واحد مقترح قانون باش المواد الاساسيه يتم اعاده تنظيمها واعاده تقريرها، لكن لا حياه لمن تنادي. اذا الضرب على يد المحتكرين، اعاده النظر في المنظومه ديال الائتمان في المغرب من القضايا الاساسيه اللي. واخيرا المساله المتعلقه بالتطبيع. نحن نعتقد ان الاشكال ديال التطبيع خلق داخل في المغرب واحد الحاله ديال الانقسام، واحد النخبه مع كامل الاسف خارجه على تدافع والشعب المغربي بكل فئاته وراه ضد التطبيع. كاين اللي كيخرج للشارع وكاين اللي ما كيخرج. نحن نعتقد حل الوقت اعاده النظر في هذا، وهذه هي المقدمه الاساسيه اذا بغينا نرجعوا الثقه. المساله الثانيه ولا الشوك الثاني هو الصدمه الثانيه هي صدمه ديمقراطيه. حنا في تحليلنا وفي معايشتنا، انا شخصيا كندير الحمله الانتخابيه ديال الحمله في 77 وانا بديت كنوزع الوراق 1977، ومنذ ذلك الحين المنظومه الانتخابيه فيها اختلالات كبرى. هذه الاختلالات تم التاكيد عليها في انتخابات بوت ولات واضحه في الانتخابات ديال 2021. اول حاجه في الاختلالات هي الهيمنه ديال وزاره الداخليه على الانتخابات. هناك تدوير تحكمي للعمليه الانتخابيه، ونحن نقولها بصراحه بوضوح، قلنا بالانتخابات السابقه ودرناها بالمذكره اللي كانت من قبل. دائما نقول ان التوجه العام في العالم هو غادي نحو ان اللي يشرف على الانتخابات تكون مؤسسات مستقله عن الحكومه. عندنا تقريبا واحد 79% من الدول ديال العالم، 79% من الدول ديال العالم اللي فيها الانتخابات يشرف عليها مؤسسات اللي هي مستقله. وطرحناها وزير الداخليه في الانتخابات السابقه، وزير الداخليه الاسبق طرحنا له هذا. ودائما كتكون واحد لا راه هذا الشيء كاين غير في الدول الديمقراطيه. العكس، انا عندي لائحه يمكن نعطيها لكم بعد، الدول اللي هي فيها الاشراف المستقل. عندنا تقريبا مجموعه ديال الدول. واش الغويميني بريطانيا ماشي دوله ديمقراطيه؟ بريطانيا فيها هيئه مستقله لتدبير العمليات الانتخابيه. السويد، كندا، الاسبان، الى مجموعه ديال الدول فيها هيئات كبيره جدا. نقلت لكم من عندي اللائحه هنايا تقريبا 79% من الدول اللي عندها الاشراف المستقل على العمليه الانتخابيه. بطبيعه الحال كاين اختلاف، كاين بعض الدول اللي الاشراف هو اشراف سياسي واشراف والعمليه اللوجستيكيه كتبقى المؤسسه ديال الحكومه، وبعض الاحيان وزاره الداخليه فيما يخص المستوى اللي هو التدبيري ديال اليومي. وكاين دول كثيره، الاغلبيه ديال الدول تقريبا 60% ديال الدول في العالم اللي الاشراف والمتابعه واللوجستيك كل عمليه انتخابيه تقوم بها مؤسسات مستقله. اذا هذا مطلب اساسي وطرحناه في الماضي وما زلنا نطرحوه. المساله الثانيه هي مساله التسجيل في اللوائح الانتخابيه. لا يعقل ان في المغرب عندنا تقريبا في الانتخابات السابقه تقريبا 8 مليون 7 مليون فاصله 5 8 مليون ديال المغاربه غير مسجلين في اللوائح الانتخابيه. بالاضافه بطبيعه الحال المقال اللي ما كيمشيوش، اللي ما كيصوتوش، بالاضافه للملغات الى اخره. هذا كيحد من المصداقيه، بل نقدر نقول من المشروعيه، من لا ليجيتيميتي ديال العمليه الانتخابيه. لا معنى يكون عندنا 27 ولا 28 مليون اللي موافقين التصويت وعدد الاصوات اللي هي معبر عنها اللي هي ما تتجاوزش 5 ولا 6 ديال، لا معنى لهذا. اذا حنا نقول وهذه طرحناها كذلك في الانتخابات السابقه وفي الانتخابات الاسبق، اننا مع التسجيل التلقائي. التسجيل التلقائي ووزاره الداخليه، انا كنذكر واحد وزير الداخليه سابق قال لنا صعيب وهذا، وكاين العسكر وكاين كذا ما كيصوتش، كاين هادو ما كيصوتوش، وحقا المغاربه ما عندهمش العاده منين ينتقلوا من مدينه لمدينه انهم يتسجلوا يعاودوا لاكارت ناسيونال الى اخره. وقال لنا مثلا انا كنت والي في واحد الجهه وواحد المدينه ودابا انا تحولت ومازال ديال شحال تحولت ما بدلتش لاكارت ناسيونال. واش هذا ان ارغيومون؟ كذلك ما يجري في العالم دابا. حنا هذا ما يجري في العالم نقول لكم تسجيل تلقائي، مجموعه كبيره ديال الدول اللي فيها تسجيل تلقائي.
اللي هو الالمان، بلجيكا، الارجنتين، الكندا الى اخره. كاين تقريبا الاغلبيه ديال الدول اليوم، خصوصا الدول اللي هي في لا ترانزيسيون ديموقراطيك، في الانتقال الديمقراطي، كلها فيها التسجيل التلقائي. وكاين بعض الدول اللي دايره واحد المساله ممكن ان تناقش، ان الدوله كتخبر المواطن، كتقول له انا باغي نسجلك، واش تبغي تسجل ولا لا؟ منهم الاستراليا، دوله واحده في العالم اللي هي كدير واحد المساله ديال تخبير المواطن باش هو يعبر على انه باغي يتسجل. باقي الدول، الاغلبيه الدول فيها تسجيل تلقائي. وهذه المساله ديال التسجيل التلقائي كتحيد لنا مجموعه ديال المشاكل. ودابا المقدم كيجي انت ساكن اليوم هنا، كيدير لك تشطيب، وسير انت بعض المرات كتكون مسجل، كتلقى راسك في الانتخابات غير مسجل. وعندنا حالات كثيره، كتكون كاين الحالات ديال بعض الدوائر القرويه، واحد كيكون من الواد هنا حيت ما باغيش هو، كيسجلوا من الواد ليه. صوره راه هذا اللي كنتكلم عليكم واقع. بمعنى اخر كاين واحد العمليه ديال افساد ديال العمليه الانتخابيه انطلاقا من التسجيل. حنا كنقولوا تسجيل تلقائي انطلاقا من لاكارت ناسيونال. الدول، اغلبيه ديال الدول الديمقراطيه، مجموعه ديال الدول ما عندهمش لاكارت ناسيونال، كيديروا انطلاقا من السجل المدني، من ليطا سيفيل، كيسجلوا الناس بشكل تلقائي. اذا هذه المساله ديال التسجيل التلقائي بطبيعه الحال خصها اراده سياسيه، وهي راه ما صعيباش، خصوصا اليوم مع التطور ديال التكنولوجيا وديال هادشي ديال المعلوميات وديال الذكاء الاصطناعي، ليست صعبه. اذا بغينا بالفعل ان المغاربه يمشيو يصوتوا، اعتقد ان خصهم بعدا يكون عندهم الامكانيه ديال التسجيل. كذلك المساله ديال التسجيل عندها علاقه بالنمط. المساله الثالثه هي نمط الاقتراع. حنا المغرب مشى في واحد نمط الاقتراع هجين إبريد مشوه. ما هي دائرة، ما هو انتخاب فردي، ما هو انتخاب لائحي. حنا كتذكروا في 2002 اللي 2002 أسباب نزول هاد نمط الاقتراع، تقال لنا على أن الناس باش يكون تصويت سياسي، أن الناس عواد يصوتوا على الأفراد، يصوتوا على الأحزاب، أننا نحدوا من عملية ديال البيع والشراء في الانتخابات، ديال الفساد. حيت قبل اللي كيتذكر كنا كنصوتوا بالالوان، قبل 2022 كنصوتوا بالالوان، ورقات فيها الالوان، ومن بعد كدير الوينات هذاك على بعد 2 كيلومتر 3 كيلومتر، كتلقى واحد الفرقونيطه واقفه كتعطيهم الالوان ديال الخصوم، كيعطيوك البركه. قالوا يحدوا الفساد يتحد. داروا نصيحه ان نمط الاقتراع ديال هذا اللي دار، اللي فيه الاغلبيه 3 ديال المقاعد، بعض الدوائر قليله على 5 ولا 4 ديال 6 ديال المقاعد، مجموعه ديال الدوائر فيهم 2 ديال المقاعد. هذا نمط الاقتراع هو على مقاس الفاسدون، هو على مقاس صحاب الشكاره، هو على مقاس السيد اللي يكون قادر انه ينول يخدم معاه 1000 ديال الناس، وجابوا واحد الشيء لا ما انزل الله بها من سلطان، اجراء انتخابات، كيخدم 1000 واحد، هذيك 1000 واحد هم كيشريوا الاصوات، هم كيديروا كيوزعوا مع الورقات، هم الى اخره. اذا حنا نقول ان هذه المساله ديال نمط الاقتراع نقترح، حنا كنا اقترحنا دوائر جهويه على مستوى كل جهه، بمعنى اقل دائره يكون فيها 7، وكاين دوائر ديال الجهات الكبرى راه يكون فيها 70 80 ولا اكثر ديال المقاعد. ولكن في الاقتراحات اللي جاتنا من المواطنين كثير ديال الناس اللي قالوا كثير نديروا لائحه وطنيه. دابا حنا خدينا اللائحه الوطنيه، وبالفعل دول كثيره دايره لائحه وطنيه، ولا لوائح وطنيه مع لوائح جهويه. مثلا لا هولندا دايره لائحه وطنيه، لا غيان، مجموعه ديال الدول، ودول اخرى بحال مثلا جنوب افريقيا، بحال الارجنتين، بحال البرازيل الى اخره، دايرين لائحه وطنيه بالاضافه الى لوائح جهويه. هذه المساله فيها اللائحه الوطنيه فيها مجموعه، واللي قنعتنا هنا مجموعه من الايجابيات. الايجابيه الاولى هي يكون فيها المناصفه الكامله، بمعنى في اللوائح تكون مراه راجل الى اخره. وهذه المساله ديال المناصفه راها دستوريه. دابا حنا كنبداو نبدلوا كل شيء، كنحلوا فيه المشاكل، الا ملي كنوصلوا للمراه عاد كنلقاو الصعوبات والمشاكل الى اخره. الدائره الوطنيه كتعطي المناصفه الكامله، بمعنى يكون عندنا مؤسسه برلمانيه فيها قد الرجال قد النساء، وهذه هي راها احتراما اولا للدستور،
ثانيا احنا بينا البرلمان الان راه اللي هما في الفساد اللي كيتحكموا غير رجال. هذيك 30 واحد اللي هما ديجا والاخرين اللي ماجين كلهم رجال. يمكن النساء يمكن يكونوا محصنات بشكل عام، اقول طبيعه الحال بشكل عام على الفساد. ثالثا كيبان ان اللي كيحرك المؤسسه البرلمانيه وكيخلق نشاط داخلها وفيه هو النساء. احنا عندنا واحده وراه مخربقه شويه، راه كتلاحظوا راه اللي لا على مستوى اقتراحات، لا مستوى الشأن العام، لا على مستوى برلمانيه واحده. بالاحرى لو كانوا البرلمان فيه مجموعه كثيره ديال النساء. ثانيا ايضا المناصفه، ثانيا يسمح نمط اقتراع ديال دائره واحده، يسمح بان نقصوا من عدد البرلمانيين. واش حنا دابا كاين اللي كيقترح نزيدوا، حنا كنقولوا هذا النمط الاقتراع ديال دائره واحده وحتى الدوائر الجهويه ممكن يكون نقاش حولهم، ما حنا منفتحين على كيسمح بان عدد البرلماني ممكن ينقص. عندنا 300 شحال انتم 395 كنشوفوا قوانين مؤسساتيه اساسيه على المستقبل ديال المغاربه، على الحاضر ديال المغاربه كيصوتوا عليها 80 واحد. كيف زعما ما معنى ولا 90 واحد ولا وحده؟ حنا كنقولوا يمكن هذه المساله ديال الدائره الواحده الوطنيه ممكن بالاضافه للمناصفه ممكن تعطينا امكانيه ديال نحدوا من عدد اعضاء مجلس النواب، وكذلك ندخلوا المغاربه ديال المهجر، المغاربه اللي هما خارج، اللي عايشين خارج المغرب، اللي الدستور كيعطيهم الحق باش يصوتوا ويترشحوا الى اخره. ودوزنا تجربه بلادنا في الثمانينات اللي كان عندنا ممثلين ديال المغاربه اللي هما عايشين خارج المغرب. اليوم خصنا نرجعوا لهاد الناس الثقه ببلادهم، نرجعوا لهم انهم ما كنفكروش فيهم غير في التحويلات ديال الفلوس، كنفكروهم كذلك يكونوا مشاركين في بناء الوطن. اذا هذا النمط الاقتراح كيسمح كذلك باننا نديروا دوائر خاصه هذه في اقتراحاتنا خاصه بالمغاربه ديال المهجر. المساله الثالثه هذو هما القضايا قلت. اذا عندنا 3 اختلالات كبرى، جبنا 3 ديال الاقتراحات كبرى، مفاتيح 3 ديال المفاتيح ذهبيه اذا بغينا نمشيو لتخليق العمليه السياسيه. وهذه المساله ديال الدائره الوطنيه الواحده فيها واحد المساله مهمه جدا، ان غيولي صعب جدا يكون فيها الافساد الا اذا تحولت بعض الاحزاب الى مافيات وتنظم هذا الشيء ديال الفساد وداك، حيت كيولي الاقتراع على المستوى وطني، الانتخابات وطنيه الى اخره. بطبيعه الحال هذا خصها مجموعه المقتضيات باش تكون التمثيليه ديال كل الجهات كل المغاربه، وهذه ممكن عمليا. هناك اقتراحات في هذا الاتجاه ان تكون لائحه وطنيه او لوائح جهويه، ولا بجوج لائحه وطنيه ولا لوائح جهويه من اجل التخليق، من اجل المناصفه، من اجل الامكانيه ديال اننا نحدوا من العدد ديال اعضاء مجلس النواب، لان لا معنى يكون عندنا عدد كبير. والمساله الاخيره يولي عندنا برلمان سياسي فيه النقاش السياسي. النقاش خصو يكون داخل المؤسسه البرلمانيه. تلاحظوا ان القضايا الكبرى ديال المغاربه كتناقش خارج المؤسسات ديال البرلمان، وغير معقول. مزيان يكون النقاش خارج، ولكن النقاش الاساسي خصو يكون داخل المؤسسه البرلمانيه. وخص الاتاحه بالمناسبه هذه بطبيعه الحال من المحاسن ديال هذا النمط الاقتراع، ان الحساسيات والفكريه والسياسيه تكون داخل المؤسسات ما تكونش خارج المؤسسات. اذا هادو هما العناصر 3 الاساسيه اللي كاين مذكراتنا. بالاضافه الى ذلك عندنا مجموعه، احنا تقريبا 110 ديال المقترحات في المذكره نتاعنا. عندنا مجموعه من الاقتراحات اللي هي كترمي الى القطع مع الفساد. وواحد السيد كان كتب لنا واحد الفكره جميله جدا وخديناها، هو ان دابا الاحزاب ترشح، الاحزاب مسؤوله فاش الفساد الافساد، ولكن ملي كيكون المسؤوليه خص يكون الجزاء. ياك استاذ عمار؟ ملي تكون المسؤوليه خص الجزاء. حنا قلنا الاقتراح ديالنا ان باش تكون المسؤوليه ديال الاحزاب السياسيه في اختيار مرشحها، الجزاء شنو هو؟ ان كل واحد تم اعتقاله في قضايا الفساد ولا في قضايا هادشي ديال المال العام ولا لا دروغ الى اخره،
كل واحد الحزب ديالو كيخضع للجزاء اللي هو من الدعم السنوي نحيدوا له 5%. بمعنى دابا شفت بعض الاحزاب عندهم 10 ديال المعتقلين المفروض تحيد لهم 50% من الدعم السنوي. الاحزاب تكون مسؤوله في اختياراتها، ماشي واحد يجي يشري تزكيه ولا يكون الاحزاب تكون مسؤوله في اختياراتها. اذا سيداتي السيدات والساده، نعتقد ان اذا بغينا نعطيو مصداقيه للعمليه الانتخابيه ما خصناش فقط تعديلات اقتراحات تقنيه، خصنا قرارات سياسيه مهمه جدا واللي خصها يبدا المواطن يشوفها من الان. ومن بين الاشياء هو خلق النقاش الوطني. دابا كتلاحظوا بعض الاحزاب من حزبنا ما كاين النقاشات الحواريه في الاعلام العمومي ما كاينينش. خصنا نفتحوا حوارات وطنيه تناظر بين الاحزاب ونجيو ماشي فقط نمشيو عند وزاره الداخليه نقدموا يكون تناظر بين الاحزاب ونجيو كل واحد يجيب طرحه كيف يرى نقدموا المساله الديمقراطيه في بلادنا، كيف ان نصلحوا المنظومه الانتخابيه الى اخره. من الان خصنا نعطيو اشارات ايجابيه ومهمه جدا، لا من الناحيه ديال التعامل ديال وزاره الداخليه مع هذه المقترحات، مقترحاتنا ومقترحات يمكن اخرى، ولا على مستوى القرارات، على مستوى الكومبورتمون، على مستوى التصرفات ديال المسؤولين لا حكوميين ولا مسؤولين على مستوى الادارات الترابيه، اننا بالفعل غنمشيو نحو انتخابات كما يقولون كل مره نزيهه وشفافه. السيدات والساده الحضور الكريم، لم تعد محاربه ومكافحه الفساد الانتخابي وضمان نزاهه الاقتراع مجرد خيار بالنسبه لبلادنا. رحنا غاديين في واحد ديريف، غاديين في واحد الانجراف ما تصوروش، بل هي ضروره وطنيه ملحه لاستعاده ثقه المواطنين وبناء مؤسسات قويه وذات مصداقيه قادره على مواجهه التحديات الحقيقيه التي تواجه بلادنا. شكرا على حضوركم ومستعدين نتفاعلوا، ونعتقدوا ان دور الاعلام اساسي منذ الان لخلق الاجواء ديال الثقه، لطرح الاسئله الحقيقيه المتعلقه للقيام دي زانفيستيغاسيون فيما يخص ما يجري بلادنا من اشكال اللي ما كاين في بلادنا من اشكالات، وخصوصا المتعلقه باختيارنا الديمقراطي اللي هو كيتقال انه اختيار غير رجعت فيه مزيان ايجابي، لكن نعتقدوا ان اصلاح المنظومه الانتخابيه هي مدخل اذا بغينا نمشيو نحو بناء ديمقراطيه حقيقيه. وشكرا لكم ولكن على حضوركم. ندوزو ثانيا للتصحيح الصحفي اللي عاد تشوفوا الاستاذه فاطمه التامني اللي كيقدم بشكل عام المذكرات حزب في دائره اليسار الديمقراطي. لا بداش الوقت. عجبتك؟ لا اعرف باللي ميكرو. الله يزيد. صباح الخير، ارحب مجددا بالجميع في هذه الندوه، واشكركم على تلبيه الدعوه. الصوت وطني يا بسم الله. راه هادشي اللي قلت ليه في الاول وما بغاش. شتي تعطيني هذيك ما كنوصلش دابا المشاكل صباح الخير، أرحب بالجميع مجددا في هذه الندوة، وأشكركن وأشكركم على تلبية الدعوة لمتابعة مقترحاتنا
كحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي المتعلقة بالإطار التشريعي لانتخابات سنة 2026. بطبيعة الحال النقاش راه الأخ الأمين العام تكلم في العديد من العناصر. أنا سأتلو تصريح صحفي المتعلق بهذه الندوة الصحفية. مطلبنا بطبيعة الحال هو إصلاح جوهري للإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في سياق تاريخي دقيق تمر به بلادنا، يتسم باشتداد الانحباس السياسي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي، وفي ظل حاجتنا لبناء ديمقراطية حقيقية مبنية على الإرادة الشعبية كضمانة أساسية لتحصين وحدتنا الترابية وتحقيق التنمية الشاملة. نعلن في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تقديم مذكرتنا الشاملة والمفصلة حول إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات التشريعية المقبلة. إن مبادرتنا هذه التي أعددناها وفق منهجية تشاركية واسعة تأتي كاستجابة مسؤولة منا لضرورة التأسيس للثقة المفقودة بين المواطن والمواطنة والمؤسسات، وكتعبير عن إرادتنا السياسية في الانتقال ببلادنا نحو ديمقراطية فعلية تربط القرار بصناديق الاقتراع وتؤسس لربط المسؤولية بالمحاسبة. المحور الأول يتعلق بتصفية الأجواء السياسية كمدخل إلزامي لاستعادة الثقة. نؤكد في فيدرالية اليسار الديمقراطي أن أي إصلاح تقني للمنظومة الانتخابية سيبقى عديم الجدوى ما لم يسبقه مناخ سياسي سليم ومحفز على المشاركة، وعليه فإننا نضع تصفية الأجواء السياسية والحقوقية كشرط أولي ومسبق، وندعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تشمل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقل حراك الريف والصحفيون والمدونون والنشطاء، ووضع حد للمتابعات القضائية القائمة على تهم فضفاضة، صيانة وحماية الحريات العامة والفردية، ووقف تمرير القوانين المقيدة للحقوق وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، محاربة الفساد والريع والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، وحماية مؤسسات الحكامة من محاولات الإضعاف، الاستجابة للمطالب المشروعة للحركات الاجتماعية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار. إن هذه الإجراءات التي ندعو إليها ليست مجرد مطالب حزبية، بل نعتبرها ضرورات وطنية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي الجاد وبناء عقد اجتماعي جديد قائم على الثقة والتمثيلية والعدالة. المحور الثاني يتعلق بتشخيص الاختلالات البنيوية للمنظومة الانتخابية الحالية. نقدم في مذكرتنا هذه تحليلا نقديا معمقا للاختلالات التي تشوب المنظومة الانتخابية، والتي نرى أنها أدت إلى تآكل مصداقية العمليات الانتخابية وتعميق أزمة الثقة. ومن أبرز هذه الاختلالات التي نرصدها هيمنة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، لأننا نعتبر أن استمرار إشراف جهاز تنفيذي على تنظيم الانتخابات يتعارض مع الممارسات الديمقراطية الدولية التي تعتمد على هيئات مستقلة، مما يفتح الباب أمام شبهات التدخل وغياب الحياد. ثم ضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث نلاحظ أن ما لا يقل عن 7.5 مليون مواطن في سن التصويت غير مسجلين، مما يضعف الشرعية الشعبية للمؤسسات المنتخبة ويجعلها لا تعكس إرادة الأغلبية. كذلك الخروقات الجسيمة التي شابت انتخابات 2021 والتي تمثلت حسب ما وثقناه ورصدته تقارير وطنية ودولية منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في الشراء المعمم والواسع للأصوات، بالإضافة إلى تدخل أعوان الإدارة لتوجيه الناخبين واستغلال النفوذ. كذلك
من بين الاختلالات أيضا نمط اقتراع هجين، نرى أنه يعزز الطابع الفردي على حساب البرامج السياسية، ويساهم في إفساد المشهد السياسي عبر هيمنة الأعيان وذوي النفوذ المالي. إن هذه الاختلالات وغيرها هي ما حول في تقديرنا الانتخابات من آلية ديمقراطية للتعبير عن الإرادة الشعبية إلى مسار تقني يفتقر إلى المصداقية، مما يغذي اليأس والعزوف ويهدد شرعية المؤسسات المنتخبة. المحور الثالث يتعلق بمقترحات عملية من أجل انتخابات حرة ونزيهة. لمواجهة هذه التحديات نطرح في فيدرالية اليسار الديمقراطي رؤيتنا الإصلاحية المتكاملة التي ترتكز على 17 محوراً، ونهدف من خلالها إلى ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص. ومن أهم مقترحاتنا على المستوى المؤسساتي إحداث هيئة وطنية مستقلة ودائمة للإشراف على الانتخابات، نطالب بأن تتشكل من شخصيات وطنية مستقلة وممثلي الأحزاب والهيئات المهنية، وأن تتولى تدبير كافة مراحل العملية الانتخابية من إعداد اللوائح إلى الإعلان عن النتائج، لنضمن بذلك الحياد التام ونقطع الطريق عن أي تدخل إداري. ندعو كذلك إلى إعادة تحديد الاختصاص القضائي، وذلك عبر تخويل القضاء الإداري حصرا البت في المنازعات المتعلقة باللوائح والترشيحات، وحصر دور المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بالنتائج النهائية. أما على مستوى نمط الاقتراع والتمثيلية نطالب باعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة كخيار استراتيجي، نراه ضروريا لتعزيز التصويت على البرامج السياسية والمشاريع الفكرية بدلا من الأشخاص، ولتحقيق المناصفة الكاملة والحد من الفساد الانتخابي. واحتياطا نقترح اعتماد الجهة كدائرة انتخابية. نؤكد كذلك على ضرورة تمكين مغاربة العالم من التمثيلية البرلمانية، وذلك عبر إحداث دوائر انتخابية خاصة بهم في الخارج، وضمان حقهم الدستوري الكامل في التصويت والترشيح. أما على مستوى اللوائح الانتخابية والمشاركة نقترح اعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية، بحيث لكل مواطن ومواطنة حاصل على بطاقة التعريف الوطنية، لنضمن حق التصويت للجميع ونزيل العوائق الإدارية. ندعو كذلك إلى تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالحصول على اللوائح والطعون فيها، مع مطالبتنا بفرض عقوبات زجرية على كل من يعرقل هذا الحق. على مستوى الحملة الانتخابية ومحاربة الفساد نطالب بعقلنة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، وندعو إلى مراجعة معايير الدعم العمومي ليرتبط بالفعالية والتأطير وليس فقط بالنتائج الانتخابية، مع وضع سقف للنفقات وتشديد الرقابة على مصادر تمويل. نطالب كذلك بضمان الولوج العادل للإعلام العمومي، بحيث يجب أن يكون لكل الأحزاب دون تمييز قائم على التمثيلية السابقة، وندعو لتنظيم مناظرات حقيقية. نشدد على ضرورة تجريم كافة أشكال الفساد الانتخابي، وندعو إلى الرفع من العقوبات المتعلقة بشراء الأصوات واستغلال برامج الدعم العمومي لأغراض انتخابية واستعمال وسائل الدولة في الحملات. إن مذكرتنا ليست مجرد قائمة مطالب، بل هي مشروع سياسي متكامل ومسؤول وخارطة طريق واضحة للخروج من حالة الجمود السياسي. نحن نؤمن بأن بناء مغرب قوي ومزدهر يبدأ ببناء ديمقراطية حقيقية، ديمقراطية تكون فيها المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب ومسؤولة أمامه. ندعو كافة القوى الوطنية الحية من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ونقابات إلى الانخراط في حوار وطني جاد حول هذه المقترحات من أجل التوافق على عقد ديمقراطي جديد يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ بلادنا. إننا في فيدرالية اليسار الديمقراطي وبهذه المبادرة
نجدد التزامنا الراسخ بالنضال السلمي والديمقراطي من أجل بناء دولة الحق والقانون، ونؤكد أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة تاريخية لإعادة بناء ثقة، وإلا ستكون تكريسا للأزمة القائمة. شكرا على حسن إصغائكن وإصغائكم. وأعطي الكلمة للأخ عبد العاطي لتقديم مقترحات. 20 مقترحا أساسيا. صباح الخير، تحية للزملاء في المواقع الإعلامية على حضورهم وتتبعهم لهذه الندوة الصحفية لفدرالية اليسار الديمقراطي. كما قلت صباح الخير، تحية للزملاء الإعلاميين على حضورهم ومتابعتهم لندوة فدرالية اليسار الديمقراطي حول انتخابات تشريعية. تحية للمناضلات والمناضلين ضيوفنا الكرام اللي حاضرين معنا في هذه الندوة هذه. إذا من بعد استماعكم لكلمات الرفيق الأمين العام والتصريح الصحفي، نقدم لكم أهم 20 مقترح اللي جاء في المذكرة ديال فدرالية اليسار الديمقراطي، واللي قسمناها تقريبا 4 أجزاء. الجزء الأول فيه أهم 4 مقترحات. المقترح الأول هو إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتدبير كل مراحلها. المقترح الثاني واعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة، ورفصل فيها الرفيق الأمين العام على الأسباب النزول ديالها، خصوصا في محاربة الفساد الانتخابي، وأيضا التصويت على المشروع السياسي عوض الأشخاص. المحور الثالث أو المقترح الثالث وتمكين المغاربة في الخارج من الترشيح والتصويت في دوائر خاصة بهم. المقترح الرابع في الجزء الأول هو تكليف السلطات المخولة تنظيم الانتخابات بقيد المواطنين والمواطنات البالغين سن الرشد والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية في اللوائح الانتخابية بطريقة تلقائية اعتمادا على البطاقة الوطنية. إذن هذو 4 مقترحات أو 4 أهم مقترحات. الجزء الثاني هو الخاص بعقلنة الحقل السياسي، وبالتالي المقترح الخامس إصلاح نظم التمويل العمومي السنوي للأحزاب على أساس معايير أكثر موضوعية وعدالة. المقترح السادس وخصم نسبة 2.5% أو 5% من الدعم عن كل برلماني تمت إدانته قضائيا في قضايا الفساد والاتجار في المخدرات. المقترح السابع تشجيع اتحادات الأحزاب. ثم نمر إلى الجزء الثالث الخاص بإجراءات أخرى لمحاربة الفساد، واللي كيضم أيضا 9 مقترحات. أي المقترح الثامن الرفع من العقوبات المتعلقة بإفساد العمليات الانتخابية. المقترح التاسع تجريم إدخال آلات إلكترونية كالهاتف النقال وكاميرا التصوير الشخصية وما إلى ذلك إلى مكاتب التصويت باعتماد أجهزة الكشف المناسبة. ولكن نعرفوا أن البعض كيطلب من المواطنين أنهم يصوروا الورقة ديال التصويت، وبالتالي بناء عليها كيتم الإرشاء ديالهم وغيرها. بالتالي المنع ديال الهواتف أن تدخل لمكاتب التصويت واعتماد آلات ديال الكشف ممكن أنه يحد من هذه العملية هذه. المقترح العاشر وتثبيت كاميرات في مكاتب التصويت باش نعرفوا شنو كيجري داخل مكاتب التصويت، خصوصا من طرف المسؤولين على مكتب التصويت. المقترح 11 هو منع تعيين موظفي الجماعات الترابية في مهام رئيس مكتب التصويت ونوابه بالعمالة أو الإقليم التي يزاولون فيها مهامهم. المقترح 12 وخفض عدد مكاتب التصويت خاصة في المدن والتجمعات السكنية المتوسطة. المقترح 13 إلزام رئيس مكتب التصويت بإظهار أوراق التصويت لكل مراقبي الأحزاب السياسية الحاضرين. بعض المرات في أثناء العد ديال الأصوات رئيس التصويت كيهز الورقة بالتالي المفروض أن جميع الممثلين أو المراقبين ديال الأحزاب السياسية أنهم يقدروا أنهم يشوفوا هذيك الورقة ديال التصويت ويطالعوا عليها، وبالتالي تكون النتائج أنهم يكونوا موافقين على النتائج اللي غتتم. المقترح 14 احتفاظ بجميع الأوراق المفاتيح كغير المنازع فيها إلى غاية البث النهائي في الطعون. سابقا يعني كان من بعد الفرز كيتم احراق ديال الاوراق، المفروض ان الاوراق تبقى الى حين البث النهائي في الطعون، وبالتالي الاعتماد عليها او اعاده عدها اذا كانت من بعد الحكم النهائي في الطعون. المقترح 15 تقنين ومراقبه توظيف اجراء انتخابيه. المقترح 16 الزام رئيس مكتب التصويت باظهار اوراق التصويت لكل مراقبي الاحزاب السياسيه الحاضرين اثناء فرز الاصوات. ثم نمر الى الجزء الرابع والاخير اللي هو يخص التحفيز على المشاركة.
وبالتالي المقترح 17 تحديد يوم اقتراح في يوم أحد وخارج العطلة المدرسية لضمان مشاركة أوسع. أنا كنعرفوا غالبا كيتم اعتماد يوم الجمعة، وبالتالي يوم الجمعة يوم عمل، أو انتخابات سابقة كان يوم أربعاء هو أيضا يوم عمل، بالتالي مجموعة من المواطنات والمواطنين ظروف عملهم أو غيرها ما كتتيحش لهم أنهم يشاركوا في العملية الانتخابية، بالتالي مزيان أنه يكون يوم أحد ويكون خارج العطلة المدرسية باش أيضا نضمنوا أن الناس يكونوا متواجدين في الدوائر ديالهم، بالتالي ما تكونش عطلة مدرسية، كنعرفوا أن مجموعة من المواطنات والمواطنين كيسافروا أثناء العطلة المدرسية. إذا بالتالي نقترح يوم أحد وخارج العطلة المدرسية كيوم ديال الاقتراع. الأمر إلى المقترح 18 تعميم إشعار الناخبين بأماكن ومكاتب التصويت عبر جميع وسائل التبليغ الممكنة وضمان مشاركة واسعة في العملية الانتخابية. كنعرفوا التبليغ غالبا أن مواطن كيتبلغوا ومواطن ما كيتبلغوش، وكتم هذه العملية بناء على الرغبة أو حوايج أخرى اللي فيها الأعوان السلطة وغيرها، وبالتالي المواطن من كيتبلغش كيقول لك أنا هذا ما مسوقينش ليا، بالتالي علاش غادي نمشي نشارك؟ بالتالي خاص جميع المواطنين على قدر المساواة يتم تبليغهم وإشعارهم بمكاتب التصويت وأيضا بيوم التصويت. المقترح 19 دمقراطة الولوج إلى الإعلام العمومي والخاص لجميع الأحزاب السياسية وبدون تمييز، وتنظيم برامج حوارية ومناظرات تشارك فيها كل الأحزاب. يضمن هذا المقترح تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية ويثري النقاش حول القضايا الوطنية الكبرى ويحفز على مشاركة أوسع. المقترح 20 والأخير وتحديد الفترة الزمنية المتعلقة بالحملة الانتخابية في 21 يوما. إذا مجددا تحية لكم، كانت هذه أهم 20 مقترح. نعطي الكلمة الرفيق الأمين العام ونستعمل الأسئلة ديالكم. إذا بعد الاستماع نتاعكم التصريح الصحفي وال20 أهم مقترح، كاين مجموعة المقترحات مهمة وأساسية، ولكن راه كاينة في المذكرة اللي بين يديكم، ويمكن لكم كذلك تيليشارجيو المذكرة كاملة، راه كاين أليا غنشوفوا كيفاش توصلوا به باش تاخذوا النسخة الرقمية من المذكرة. إذا شكرا مرة أخرى على حضوركم بيننا. راه كاين هنا في هذا كيتسمى هذا كيور كود راه كاين هنا، يمكن لكم من هنا تيليشارجيو الرابط ديال. اذا شكرا لكم مره اخرى، ولكن مسرورين باش نستمعوا الاسئله نتاعكم ونتفاعلوا ونشوفوا كيف اننا بالفعل، لان هذا بالنسبه لنا الهم ديال الديمقراطيه وديال النزاهه هو هم وطني، هو هم ديال كل المغاربه، والجسم الصحفي عندنا الايمان انه كذلك عنده هذا الهم هذا، كيف نوصلوا المؤسسات اللي هي تجعل بلادنا على السكه ديال الديمقراطيه وديال النزاهه وديال المحاربه ديال الفساد الى اخره. شكرا لكم وتفضلوا. سجل نديروا انفاس. شوف كنظن نجمعوا واحد العدد في الاول ولا نتفاعلوا. تلقائي. يلا تفضلوا، التسجيل قال لك تلقائي. يلا تفضل. شكرا سيد الامين العام. منير الكتاوي صاحب الاسبوعيه انفاس باس والوطن الان. في الحقيقه الكلمه ديالكم وافيه، وبالتالي فما عرفش انا غير تفاعلا معك كنجبل على انه من 77 انتم كتخوضوا الانتخابات. في الحقيقه من قبل من 77 حنا كنتكلموا على مكافحه الفساد، والان من خلال هذه المذكرات اللي قدموها الاحزاب بيمينها ويسارها ووسطها كلها كتتكلم على مكافحه الفساد. بغينا نعرفوا شكون اللي كيدير هذا الفساد هذا، يعني فين حنا انتم عطيتوا هذه الخطط ديالكم بطبيعه الحال الى حد ما كتبقى معقوله، خصوصا النقطه المتعلقه بخصم ديال النسبه ديال 2.5%. ما عرفتش على اي اساس 2.5%. المذكره هذيك غير وقع 5%، ممكن 5%. خصم النسبه 2.5%، غير في المذكره 5%. 5 يعني راه اكثر من 2. يعني على اي اساس تم تحديد هذه النسبه هذه، والى اي حد انها فعلا غتلقى واحد الفعاليه؟ واش ما غاديش نكونوا امام المس بالسلطه القضائيه؟ ما دام ان السلطه القضائيه ادانته لا تغريما ولا حبسا، لا داعي ربما انه نمشيو في هذا الاتجاه هذا. كاين واحد النقطه تكلمت عليها في اطار المقترحات، هي ديال تشجيع اتحادات الاحزاب. ودائما في مثل هذه المناسبات الانتخابيه يطرح سؤال وحده اليسار. اذا كنتم انتم اقترحتوا هذا المقترح، شنو هي اليد الممدوده اللي ممكن انه تمدوا، وكيف ممكن انكم تعطوا يد الله في هذه المساله ديال وحده اليسار؟ شكرا سيد الامين العام. اذا
تفضل تفضل. تحية للجميع على جوة الموقع الأول. بالنسبة للسؤال ديالي، الملك بعد الخطاب ديال الملك أعطى يعني التعليمات ديال وزارة الداخلية باش أنه يقود هذه الاستعدادات يعني المبكرة للانتخابات. واش ما كيبانش لكم بان يعني ان وزاره الداخليه، انتم دابا في المذكره تاع الفيدراليه فيها بان وزاره الداخليه مهيمنه وسميتيها في الكلمه ديالك الافتتاحيه بانها يعني تتحكم في العمليه الانتخابيه. واش هذا مؤشر بانه راه باين شنو يعني فين غادا الامور؟ هذه مساله يعني التعليق ديالكم على هذه القضيه. المساله الثانيه هي اللائحه الوطنيه للنساء والشباب. واش حيت كاين شفنا بعض الاحزاب اللي هما كيطالبوا بانه العوده ديال هذه اللائحه الوطنيه للشباب، كاين اللي كيعتبرها ريع الى اخره. يعني شنو الموقف ديالكم بوضوح يعني في خصوص هاد النقطتين؟ النقطه الثالثه، السؤال الثالث هو انتم حاطين بحال شروط. انا جاتني المذكره فيها واحد بغينا نقولوا اساسيه، مبادئ اساسيه ديال ان اولا كاين اطلاق سراحه المعتقلين، كاين تصفيه المناخ السياسي، كاين الى اخره. الهيئه المستقله للانتخابات جو بونس بان من الاحزاب القلائل اللي باقا كترفع هذا المطلب. يعني هذا الشيء ما تحققش ولا دازت عاوتاني انتخابات بالشكل بنفس الشكل، يعني خصوصا ان مطالبكم جوهريه في العمليه الانتخابيه. واش نقدروا نشوفوا حزب فيدراليه اليسار ما يدخلش لهذه الانتخابات، يكون عنده موقف اخر، يعني المقاطعه ديال الانتخابات مثلا؟ هذا هو السؤال الاخير. نعم. تفضل يا استاذه. صباح الخير. سؤالي يتعلق قلتم حكيمة أحجو موقع الأحداث أنفو. سيد الأمين العام، قلتم بأن وزارة الداخلية تتحكم في مسبقا في الانتخابات المقبلة بناء على التوجيه اللي كان ولاة العمال لإعداد برامج تنموية. بالتالي أستاذ، واش هناك من رأى بأن هذا السلوك مثلا هو بداية ديال التصفية لكي لا يتم استغلال تلك البرامج في الانتخابات الأخرى؟ لماذا اعتبرتوا بانه نوع من التحكم ابتداء من الان؟ ثم ايضا استاذ، قلتم بان مذكرتكم التي قدمتموها تتضمن مشاركه المواطنين والمواطنات. ممكن كيف كان استاذ؟ واش عن طريق الاستفتاء؟ واش استطلاع؟ كيفاش عملتوا؟ واش غير المناضلين ديالكم اللي قدموا هذه المقترحات؟ واش المغاربه كاملين؟ شنو مثلا اهم ما ميز هذه المطالب ديال المغاربه؟ وسؤالي ايضا هو نفس السؤال اللي طرح الأخ الزميل منير الكتاوي: من تتهمون بإفساد الانتخابات؟ ما هي الجهة التي تتهمونها بشكل مباشر بأنها ربما تساهم في إفساد هذه الانتخابات من 77 إلى الآن؟ شكرا جزيلا. شكرا الأمين العام، وشكرا على النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي على هذه الندوة. عندي سؤال خاص بوزارة الداخلية وبأخنوش رئيس الحكومة. في الخطاب ديال العرش الأخير تبين لنا على أن السلطة العليا في البلاد أو القوة الأولى أرادت أن تسحب من أخنوش صلاحيات إشراف على الانتخابات، وكلفت وزارة الداخلية بالإشراف عليها وبوضع تصورات لقضاء على سرعتين، لأن المغرب يسير بسرعتين. السؤال ديالي: ما هي الإجراءات التي يتصورها الحزب أو للتصدي لهذا النهج التخريبي، علما بأن هناك إشاعات الآن تروج على أن أخنوش يريد الرجوع وسيوظف جميع الإمكانيات لجعل الناس يعزفون عن الانتخابات ويصعدون للمرة ثانية في ولاية ثانية. شكرا.
عفاكم غير ناخذ الميكرو يقول الصفه ديالو والمنبر الاعلامي. خديجة رباح، المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية نساء المغرب. أولا نهنئكم بهذه المذكرة المؤصلة للفلسفة وكذلك التوجهات الأساسية المؤطرة للمنظومة التشريعية القادمة. نهنئكم كذلك على إشراك المواطنين والمواطنات، بمعنى أن 5 ديال العناصر أساسية حاضرة بشكل أو بآخر داخل المذكرة، وقد تابعنا ذلك منذ أن قدمتم المعطيات الأولى. أولا، المنظومة الانتخابية ستؤطر للديمقراطية. النقطة الثانية، هل المنظومة الانتخابية ستؤطر للمساءلة؟ هل المنظومة الانتخابية ستؤطر للمشاركة؟ هل المنظومة الانتخابية ستؤطر للمساواة؟ هل المنظومة الانتخابية ستؤطر كذلك العدالة الاجتماعية؟ لأنها منظومة غير معنية فقط بتنظيم انتخابات، بل هي معنية بما قبل وأثناء وبعد. فيما يخص المساءلة، أظن بأن إذا كانت هناك إمكانية، رغم أنكم قد أرسلتم هذه المذكرة إلى الوزارة المعنية، نغاب العنصر ديال التقييم، تقييم القوانين الانتخابية السابقة، سواء القانون التنظيمي لمجلس النواب أو القانون المنظم، القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، واش بالفعل اعطانا إطار قانوني الذي يسمح بمنع انتهاكات حقوق الإنسان، بمنع اللامساواة، بمنع التمييز، بمنع العنف السياسي. بمعنى آخر، لنوفو موديل دو ديفلوبمون أكد على مسألة تقييم السياسات وتقييم القوانين. واش حنا في هذه المذكرة أو في التوجهات ديالنا داخل الفيدرالية سنعمل على المطالبة بتقييم المسلسل الانتخابي السابق، وما أفرزه من نخب لم تقدم إصلاحات المطلوبة التي طالبت بها الجماهير الشعبية، بقدر ما أنه 5 سنين ضاعت في تعزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وفي تغييب العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية هي الركن الخامس. فيما يخص المساواة، هل الفيدرالية طالبت بالمناصفة؟ لأن اليوم ليس المنطق هو المشاركة أو تشجيع أو ربط النساء بالشباب أو ربط النساء بمغاربة العالم أو لا. اليوم المغرب يتكون من رجال ونساء، وبالتالي مطلب المناصفة عن طريق مطلب المساواة عن طريق تحقيق المناصفة هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يكون حاضرا لدى حزب هو حزب يساري بامتياز. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام من موقع الرادار 24. السؤال ديالي مطروح هو كنشكركم اولا على هذه الندوه الصحفيه اللي توضح بعض الامور واللي توضح المنهجيه ومذكره حزب فيدراليه اليسار الديمقراطي في الانتخابات الشرعيه القادمه. انا السؤال ديالي اللي بغيت نطرحه هو ان الحكومه القادمه كنعتبرها هي حكومه المونديال، حكومه مهمه لانها بالنسبه للشعب المغربي غادي نفتح على العالم باكمله بحكم المونديال. اذا خاصها تكون حكومه ديال الكفاءات، هذه مهمه، نقطه مهمه. انا بغيت نبعث السؤال على ما هو منهجيه الحزب ديالكم في تشجيع الشباب من اجل الاندماج في الانتخابات المقبله، لان كما كتعرفوا بان كاين واحد العزوف ديال الشباب على الانتخابات، لان كانت عنده واحد النظره سلبيه على الانتخابات، بان راه الانتخابات ما منا والو، هاد الاحزاب ما كيخدموش المواطنين. اشنو النظره ديال الحزب ديالكم للشباب من اجل تشجيعهم على الانخراط في العمليه الانتخابيه والعمليه السياسيه؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني هو المنهج ديالكم طرحتوه على واحد المنهج مهمه هو محاربه الفساد والرياء السياسي، لان كاين بعض المنتخبون اللي كيكون عندهم الفلوس كما كيقولوا الاموال كيدخلوا هذه الانتخابات هذه لاغراض اخرى من غير اغراض خدمه المواطنين. اشنو هو المنهجيه ديال الحزب ديالكم لمحاربه هذا الرياء السياسي واعطاء الفرصه للشباب طموحين اللي باغيين يطمحوا بانه يخدموا المنطقه ديالهم؟ وشكرا. تحية طيبة الجميع، عساكم بألف خير. معكم دنيا صحفية بجريدة سفيركم. الأسئلة المطروحة هنا: ما هي
دوافع هذه المقترحات، وهل جاءت هذه المقترحات استجابة لمطالب حزبية شعبية أو توصيات مؤسساتية؟ ثانيا، كيف ستؤثر هذه المقترحات على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية؟ وشكرا. شكرا. أسامة الطيع، موقع القناة الثانية. هناك أبرز إكراه المطروح في المنظومة الانتخابية هي حالة التنافي. القوانين المنظمة للانتخابات أنتجت لنا مجموعة من المشاكل مرتبطة بربط المسؤولية ديال الجماعات الترابية بالحكومة بمجموعة من المجالس، فبالتالي هناك إكراه كبير مستقبلا على انه اذا تم الاستمرار في هذه العمليه هذه ديال الجمع بين مناصب المسؤوليه انه يكون مشكل كبير في تنزيل العداله المجاليه والتنميه المحليه. فبالتالي اظن انكم انتم على مستوى الحزب طرحتوا هذه المساله على مستوى البرلمان، فبالتالي واش هذه المساله هذه مطروحه عندكم اليوم وغادي تطرحوا عليها امام سواء وزاره الداخليه او امام مجلس النواب خلال الجلسات التشريعيه؟ وبالتالي واش هذه المساله هذه غيكون من المرتكزات المحوريه في ضمن الترافع ديال الحزب؟ شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. عبد السلام اقني، منبر ام 24 تي في، ماروك 24 تي في. غير بخصوص يعني تكلمتم يعني كثيرا عن الفساد الانتخابي. يعني سؤالي يعني ما هي هذه الجهات التي تتهمونها فعلا يعني بممارسة هذا الفساد يعني في الانتخابات، يعني ودوافعها، يعني الدوافع ديالها بخصوص هذا الفساد. ثم ما هي مقترحاتكم لهذه المعضلة، يعني خصوصا يعني ان يعني مررنا بمجموعة من الانتخابات يعني بخصوص الانتخابات المقبلة. باقي شي سؤال؟ شكرا لكم ولكم. انا غير ان نجاوب على اسئلتكم، وهذا اسئلتكم كتعبر على بحال اللي قلت همنا المشترك باش نبنيو مغرب قوي، مغرب ديمقراطي، مغرب ديال التنميه. هذا هو همنا الاساسي كحزب في دائره اليسار الديمقراطي، هذا هو هم كل الديمقراطيين في بلادنا، بغض النظر على اللي غيجيب ولا ما جاب. التشكيله ديال لا يهم من يكون غدا في الوزاره الاولى، من يكون عنده اغلبيه. اللي اساسي نوضعوا بلادنا على سكه ديال الديمقراطيه وديال التنميه الحقيقيه. اذا بالنسبه للانتخابات، اكيد المغرب عرف انتخابات منذ 63، ولكن الانتخابات ما بين 63 و 76 ما كانش انتخابات تعدديه. كان جزء كبير من الجسم الحزبي الوطني، كانت الاحزاب الوطنيه تقاطع الانتخابات. اول انتخابات لتعدديه بدات في 76 بالانتخابات الجماعيه ديال 76، وبعد ذلك الانتخابات التشريعيه ديال 77. اذا من 76 77 الى حدود 2000 اعتبروا على ان العامل المهيمن على العمليه الانتخابيه كان هو العامل ديال الافساد بالاداره. كنذكروا انا المهم شي كنا كنذكروا، ولكن انا شخصيا كنذكر مجموعه الناس هنا معايا كنذكروا في الوقت اللي كان كيتهز الصندوق كيتهز كيمشي كيتبدل بصندوق اخر. كنذكروا كيف ان رجال السلطه كانوا كيدخلوا بشكل مباشر في لو بوغاج دي زورن، كيجيو الاصوات كيدخلوا في هذا الشيء. ما بقاش ايجابي جدا هذا الشكل ديال الافساد ما بقاش. لكن باش تبدل بتسميه العمليه الانتخابيه بضرب كنا كنضربوا، كان الجسم التقدمي كياخذ صراعات قويه من اجل العمليه الانتخابيه. اكثر من هذا نقول لكم بعد عيبان ان هناك تصريحات ديال المسؤولين كيوقع تحطيح اتفاق بعض الاحيان حتى مع مسؤولين بعض الاحزاب السياسيه. شكون اللي غيكون الدائره ديالو فيها شي حد اللي كان معروف مسبقا عند البعض، شكون اللي يعيدوش شكون اللي ما يعيدوش الى اخره. اذا هذه فتره دازت. بعد ذلك جينا فتره ثانيه اللي ولا الاساسي فيها هو الافساد، وراه تبعته مع كامل الاسف. انا هذا الافساد، انا هذه التجربه ديال 77 انا الثمانينات في الواقع ما كانش، ولكن التسعينات الى اخره كان هذاك الافساد كيكون بشكل
بشكل مخبي شويه. كان هذاك اللي كيعطي الفلوس كيتخبى جوج ولا ثلاثه ديال الدروبه بعيد على المدرسه ولا على المؤسسه اللي كدير. اليوم الانتخاب ديال 2021 راه داخل المدرسه. عنده هذاك واحد الرفيق هو معنا هنايا الاستاذ الشاوي عضو المكتب السياسي. غريب ان مشى عند مسؤول قال له راه هذاك هو راه عنده قال لك دير بحاله. قال له دير بحاله بمعناه ان البيع والشراء داخل المؤسسات اللي فيها التصويت. زعما هذا عمليه الافساد شكون من المسؤول؟ بطبيعه الحال هناك مسؤوليات متعدده تبتدئ بالقوانين الانتخابيه، هذه القوانين التي تسمح بالعمليه ديال الافساد. ثانيا كاين المسؤوليه ديال الاحزاب السياسيه اللي كترشح لان باغا تكون في الحكومه، باغا تدبر كتسابق على الحكومه، كترشح ناس فاسدين او مفسدين بما فيهم اللي كيبيعوا في الحشيش الى اخره. انا كنتذكر واقع في التسعينات كان جات واحد اللائحه ديال صحاب الحشيش ما يترشحوش الى اخره، مجموعه الاسماء طنجه وغيره. تحت الضغط ديال اللوبيات تم التراجع على هذه العمليه هذه. بمعنى اخر كاين مسؤوليه ديال الاحزاب. من هنا هذا الاقتراح ديال 5% راه ماشي القضاء، هذا مساله متعلقه بالشخص، لكن الحزب اللي رشحوه واش ما عنده حتى مسؤوليه؟ هذا هو السؤال. واش الحزب يبقى خارج المحاسبه؟ لان احد كلشي كيقول الاحزاب مسؤوله وكذا، ولكن الاحزاب خارج حتى حد ما كيسالها، بل كتعاود نفس التجربه في الانتخابات اللاحقه وفي الانتخابات اللي من بعد منها. اذا وهذه بحال كما قلت لكم راه من الاقتراحات اللي جاتنا من الناس. انا كنظن اقتراح مهم ووجيه. اذا ما كانش يكون حاجه اخرى، كيف اننا نحملوا ونقدموا جزاءات ضد الاحزاب التي ترشح المفسدين والفاسدين وتجار المخدرات الى اخره. المساله ديال وحده اليسار حنا راك تعرفوا جميع قمنا بواحد المجهود كبير منذ 2007. حنا نقوم بواحد المجهود لتوحيد اليسار المناضل اللي قريب في الاستراتيجيه نتاعو. ثاني ما يمكنناش نوحدوا كل اليسار. انا غير معني شوفوا ما وقع في فرنسا، واش متبعين ما يقع في فرنسا؟ وقع في فرنسا ان في الانتخابات الاخيره داروا ترشيح ديال كل اليسار الفرنسي. دازت الانتخابات هما يعني كتشوفوا لا فرونس انسوميز مع البارتي سوسياليست، خصوصا جوج في الحزب الاشتراكي بيناتهم عداوه كبيره اليوم. بمعنى اخر احنا في الوقت اللي دينا اول اتحاد احزاب في 2007 راه دا ممكن اكبر تحالف سياسي اللي عمر طويلا من 2007 حتى 2021. كتعرفوا هذه المساله هذه. وكان املنا اقول ان 3 ديال التنظيمات حزبيه ولا 4 ولا 5 اللي كانت انذاك خصوصا اللي كانت داخل تحالف في دائره اليسار وقبل التحالف الطليعه المؤتمر الاشتراكي الموحد تكون كلها مشات نحو الاندماج باش نعطيو هذا الصوت هذا، لانه نفس الصوت بلوز او موان تلقاوه عند. اذا باش نعطيو هذا الصوت القوه ديالو والحضور ديالو الاساسي. مع كامل الاسف لم نتمكن. الان بطبيعه الحال حنا منفتحين على اذا كنا منفتحين اقول، ولكن ماشي ثاني راه نعتبروا اليسار كامل وحده نفس الشيء نفس الاستراتيجيه. حنا ما اختلفنا الا عندنا مع البعض اختلافات اساسيه استراتيجيه منهجيه حتى في المفهوم ديال الحزب السياسي. الحزب السياسي ماشي هو حانوت كنسدوه ونحلوه باش ندخلوا للوزاره باش ماشي كل الاحزاب خصها تكون في الحكومه. مع كامل الاسف ممكن ان نكون مؤثرين من خارج الحكومه، يكون تاثير عندنا سياسي من خارج الحكومه، وحنا عشنا هذه التجربه هذه. اذا هذه الوحده حنا يدنا هي مفتوحه، مستعدين نتصنتوا ونشوفوا من بعد. وما يبان شي حاجه حتى كيبقى حنا حنا باش هاد المذكره نتاعنا راه ما مفصلاش علينا، حنا ما درناش بوغ درنا للمغاربه. حنا اي اتحاد احزاب ماشي بالضروره نكونوا حنا ماشي غنديروا حنا اتحاد الاحزاب، راه لا يعني لا المعنى ديال اننا غدا حنا ما غاديينش نحو الاتحاد. لحد الان ليست هناك فكره عندنا وعند بتات الاخرين اننا نعاودوا نديروا اتحاد احزاب زايد. هي الاحزاب الاخرى راه عندنا في المغرب شحال من حزب باللي تجميع لا فيزيبيليتي المغاربه انهم المشاريع السياسيه الكبرى تكون فيزيبل تكون واضحه عند المغاربه ماشي كل شيء. اذا هذا من اكيد احنا بالنسبه لنا هذه المساله ديال اعطاء ان الانتخابات يشرف عليها هيئه مستقله، هذا مطلب تاريخي ديال الديمقراطيه في المغرب. وماشي لان في انتخابات معينه يتم تكليف شي حد حنا نقولوا لا، حنا غنطرحوها وغندافعوا عليها بكل قوه. اقول
ندافعوا بكل قوه، لان اللي معنا هو لو بون سونس، هو اللي معنا كيف نحققوا المناصفه واقول هذا نمط الاقتراع يحقق المناصفه الكامله. الوقت اللي كنديروا راجل مراه حنا غاديين مراه رجل الى اخره، نحقق المناصفه الكامله وهي في الدستور. دونك هاد نمط الاقتراع كيعطي الامكانيات ديال مؤسسه منتخبه قويه، لان فيها اطر سياسيه، فيها الناس اللي عندهم متمرسين في العمليه السياسيه، وماشي يسمحوا لي ماشي برلمان فيه الراجل وبنته ولا مرته ونسيبو سي كومام. الله يهدينا زعما، راه هادشي راه واقع الان. راه كاين عائله واحده فيها 5-4 الناس في نفس العائله، لان هذا غير عادي، غير منطقي. هذا علاش كيف ان النقاش ضعيف داخل المؤسسه البرلمانيه، اقول بصفه عامه، وان النقاش وان الحضور ضعيف داخل المؤسسه البرلمانيه، وان المؤسسه البرلمانيه ضعيفه والحكومه حتى هي ضعيفه. من هنا نفهموا القرار ديال اعطاء هادشي ديال التنميه، ماشي هي عندها هذه القضايا التنميه وكذا، اعطائها العمال والولاة الى اخره، اللي كيبعدنا على الديمقراطيه. اذا هذه المساله هذه حنا بالنسبه لنا غندافعوا على اقتراحاتنا، وغنتفاعلوا مع الاقتراحات الاخرى. اذا تعطتنا اقتراحات بديله كتمشي في نفس التوجه. اللائحه احنا الشروط لو تيرم شروط جا في نتكلم عن شروط. اولا حنا طالبين غنتفاعلوا ونشوفوا، وقرارنا في يدينا. قرارنا اقول راه في يدنا كحزب، مؤسستنا هي اللي غتاخذ القرار في نهايه المطاف، لكن لا نطرحوا شروطا. ما يمكنش عاوتاني حزب ضمن الاحزاب يقول اما هذه ولا لا، نطرحوا ندافعوا ونتفاعلوا، اللي اساسي هو يبان لنا فين غاديين. انا اعتقد نعاودوا نفس التجربه ديال 2021 يكون صعب جدا على الجميع، ماشي علينا كاحزاب ولا على حزب، على المغرب غيكون صعب جدا اننا المغرب يتحمل اعاده التجربه ديال. كاين واحد المثال يمكن شرعي كيقول زعما شي تجريب مجرب ان العقل مخرب. هذا نجربوا المجرب، عقلنا راه مخرب. اذا عاودنا جربنا وهذا الشيء غيكون حنا في الوقت المناسب. راه مؤسساتنا الجامع ومؤسساتنا مجلس وطني وحزب راه اذا كان، ولكن قرارنا لحد الان هو المشاركه، لان المشاركه بالنسبه لنا هي الاصل. دونك بيكونوا واضحين، لكن سنتفاعل وغنشوفوا اللائحه. دابا حنا هاد المذكره نتاعنا نمط الاقتراع هو مبني على لائحه وطنيه ويمكن لوائح جهويه. اذا مشى حتى المهم الاعتبار من الاعتبارات مشى الاشياء في اتجاه ان نحافظوا على لوائح. حنا غندافعوا على لائحه الشباب بالاضافه للائحه النساء اللي شو غنشوفوا، ولكن اللائحه الوطنيه. ولكن درنا تمييز للشباب الايجابي للشباب، باش قلنا ان الدعم الوطني والدعم حتى التسبيع ديال الانتخابات تكون مبني على عدد الدوائر اللي هي على راسها شاب ولا امراه. اذا كاين عمليه اذا بغينا تفضيليه بريفيرونسيال باش يكون الاحزاب تمشي نحو التشبيب ديال هذا. ولكن بالنسبه لنا نمط اقتراع وطني راه نشوفوا بتات كيفاش ان تكون. شوفوا كاين امكانات حتى قانونيه باش يمكن يكون فيها الشعب، لكن دائره وطنيه درنا ولا دوائر جهويه. هذه المساله هذه هذه المساله ديال البرامج التنمويه انا كنظن فيها واحد. حنا كنا كتذكروا مع واش كان عندنا شويه ديال واش المغاربه عندهم الذاكره. حنا كنا غاديين نحو الجهويه الموسعه. جهويه كتذكروا نقاش من 2007 تقريبا قدمنا فيه مذكرات اننا غاديين الجهويه موسعه بمعنى اعطاء الجهات اختصاصات واسعه، واليوم كنحيدوا منهم بعض الاختصاصات اليمونتير، اختصاصات كاين اشكال. اذا في البلاد كاين اشكال، هذا تعبير لا كاين في الاشكال في البلاد، وبالتالي يمكن من بين الاشكالات اللي كاين ان النخب المحليه والنخب اللي كتجيب الاحزاب هما نفسهم هذو اللي كيدبروا وطنيا الاحزاب اللي يسمى بالاحزاب الكبرى، وهي اللي مدبره رئاسه الجهات، رئاسه الجماعات، المكاتب الجماعات الى اخره. والفساد اللي كاين كذلك. بمعنى اخر هذا هو عنوان، هذا القرار هو عنوان لمشاكل كبيره، لازمه حقيقيه ديال منظومتنا الانتخابيه.
اسمحوا لي كيفاش غندبرنا هذا الشيء ديال بعض الناس وحتى الناس اللي كانوا تفاعلوا معنا في المنصه قالوا لنا واش انتم طلبتوا المنصه لان ما عندكمش اقتراحات. لا، احنا يمكن في الوقت اللي كان الدعوه نتاعنا من طرف وزاره الداخليه للاجتماع وتقديم اقتراحات في اخر اجال ديال نهايه غشت، كنا 90% من المذكره نتاعنا كانت واجده. نكونوا زعما علاش؟ لان خدينا في الاجتماع ما قبل الاخير ديال المجلس الوطني، كان جو في الموا دو فيفري، كان في شهر فبراير 2025 كنا درنا ورشه داخل المجلس الوطني حول المساله ديال الانتخابات، وكانت فيها اقتراحات كثيره جدا. والمجلس الوطني عطى فوض للمكتب السياسي تدبير المساله الانتخابيه، ودرنا لجنه وطنيه لتدبير هذه الانتخابات، ماشي لجنه دائمه، لجنه وطنيه تدبير انتخابات 2000 انطلاقا من قرار ديال المجلس الوطني وانطلاقا من النقاش اللي كان داخل المجلس الوطني. لجنه فيها المؤسسه ديال المنتخب الحزب، فيها اعضاء، هي تريبارتيت، ثلث المكتب السياسي، وفيها كذلك اعضاء من ديك اللجنه ديال الانتخابات. هذا هي التكوين ديالها، وبدات كتشتغل منذ ذلك التاريخ. وكاين واحد اللجينه ديال القوانين اللي كيترأسها الدكتور موحوش مع كامل الاسف اللي نظر لعمله، لان حنا مناضلين راه كنشتغل راه كنخدموا زعما ماشي غير ما حضرش معنا اليوم. هذه اللجينه القانونيه داخل اللجنه هي اللي وضعات لا باز ديال هذا النقاش. مني تقال لنا على ان عندنا عندنا شهر باش نقدموا، فكرنا قلنا مزيان نشاركوا، خصوصا هذه المساله ديال الاشراك ديال المواطنين ما جاياش غير الان، هي فلسفه عندنا سنشتغل بها من هنا حتى الانتخابات. بديناها كتذكروا في العمل اللي قمنا به في اطار تحضير برنامجنا الانتخابي. درنا واحد الندوه مع النشطاء الجمعيات والمجتمع المدني، درنا ندوه ترانسفيرسال اللي ناقشت القضايا الكبرى ديال التنميه وديال البرنامج الانتخابي، وعمشوا فيها في اشراك المواطنين وتنظيماتهم على المستوى تيماتيك، على المستوى موضوعاتي، في مجموعه من القضايا. عندنا ندوات جهويه الى اخره، بمعنى الاشراك ديال المجتمع في برنامجنا الانتخابي، اشراكه في الاقتراحات نتاعنا، اشراكه كذلك. احنا الان كنفكروا كيفاش نشركوه حتى في المرشحين نتاعنا، كيف ندبروا المساله ديال الترشيح، لان ما نعاودوش هذيك اللي قلت قبيله تصدق على اليوم كتصدق علينا، ما عندناش التجربه ونفس واحد كترشحوا كذا على الديور. لا، بغينا ان المجتمع، تنظيمات المجتمع تكون حاضره، عندنا مجموعه مناضلين وغير مناضلين داخلنا اللي كيدافعوا. خصنا المرشحين تاعنا يكونوا كثر فيهم الذين يدافعون على قضايا، يكونوا ناس كيدافعوا على قضايا. كاين اللي كيدافع على قضايا ديال الفساد، كاين اللي كيدافع على قضايا ديال المراه، كاين اللي كيدافع على قضايا ديال التنميه المدنيه، ديال التنميه المحليه. كاين المغرب زاخر بالطاقات، كيف اننا نبحثوا عليهم ونقبوا عليهم ونجيبوهم هما باش غدا ملي كيمشي للمؤسسه البرلمانيه يدافعوا عن قضايا، ماشي كيمشي تما غير يسمع ولا. هذا هو همنا. اذا قلت في الوقت اللي طلب منا اننا نديروا هذا، قلنا نفتحوا منصه. حنا فتحنا منصه مفتوحه، كانت وبقات مفتوحه لا على مستوى المشاركه ولا على مستوى ان الناس يدخلوا يشوفوا حتى الاقتراحات اللي كاين. هذه المنصه هذه في الاخر جبناها وجبنا المعطيات نتاعنا، درنا ان ديبويمون، شنا اقتراحوا فيها بزاف د الهضره. كاين اللي سبنا، كاين اللي قال لك هذه الاحزاب خصها تمشي بحالها، راه احنا عارفين المغرب كاين فيها بزاف ديال لقينا تقريبا 600 ماشي 600 مشارك، كاين 600 اقتراح. كاين اللي قدم 2 اقتراحات، كاين اللي دار 3 اقتراحات. جمعنا هذه الاقتراحات وفي غالبها تتقاطع مع تصوراتنا، في غالبها تتقاطع مع تصوراتنا احنا كيساريين وكديمقراطيين، ودخلناها في المنظومه. فيها مجموعه الاقتراحات اللي اذا بهذا الشكل هذا كونا هاد المذكره نتاعنا اللي فيها هاد من المسؤول على الافساد. انا كنظن المفسدون زعما الاطراف المفسده كثيره جدا، قلت قبيله غنعاودها عاوتاني. كاين القوانين، كاين الاحزاب اللي كترشح، كاين المواطنين اللي كيقبلوا يشدوا 200 درهم و150 درهم و100 درهم، كاين اللي يشرف على الانتخابات، اللي كيسمح بهذه العمليه هذه، بمعنى وزاره الداخليه عندها مسؤوليه كبيره في العمليه ديال الافساد. حنا ما كنا لا هذا الشيء اللي كنقولوه هنا كنقولوه في اجتماعاتنا وكنقولوه في وزاره الداخليه.
ما عندناش جوج ديال الخطابات، خطاب هنا هادشي كنقولوا لهم داخل المؤسسات في الاجتماعات معهم. وزاره الداخليه تتحمل جزء كبير منه، حيت ولو واحد المره واحد مسؤول في وزاره الداخليه وقال لي انتم كتقولوا ان الانتخابات اصبحت في المجتمع وبالتالي كيصعب. مسؤول في وزاره الداخليه قلت له لا، انتم عندكم مسؤوليه كبيره الضرب عليها. وانتم لاحظتوا دابا كاين واحد لحد الان ما عندناش جواب. احد البرلمانيين اللي في الحبس اتهم مسؤول مركزي جهه في مسؤول جهوي في وزاره الداخليه قال لك 800 مليون ما شراش مقاعد، شرا 3 المقاعد. واش وهذا الشيء هذا حنا كنا كنسمعوا به، ولكن كاشاعات كهضره. الان جاء من طرف واحد اللي عطى الفلوس واللي دوز 3 معاه. بمعنى اخر هادشي مقلق للجميع. واذا ما بدلناش هذا الشيء راه يتزاوج. راه حنا كنسمعوا شحال من 2000 دائما كنسمعوا ان بعض المسؤولين كذا تراب كياخذوا الفلوس وكذا، لكن دابا هذا تصريح واش تم التحقيق معاه؟ واش تم التحقيق مع هذاك اللي اتهم؟ واش دخلت النيابه العامه باش بمعنى اخر هادشي اقتصادي؟ هذه هو اللي كنقول انا من الان. اعطاء المصداقيه للانتخابات المقبله كيبدا من الان، من الاشارات القويه ومن بين الاشارات اللي خصها تعطى هو التحقيق في هذا الشيء. واذا كانت حالات اخرى المغرب يسير بسرعتين. اليسار منذ زمان كيتكلم على السرعتين. راه المدرسه ديال الفقير ماشي غير سرعات، حنا كنقولوا 3 ولا 4. راه المدرسه اللي كيقرا العموميه اللي كيقرا فيها اللي ما عندوش ماشي هي المدرسه العموميه اللي ديال 500 درهم، ماشي المدرسه العموميه ديال 5000، المدرسه الخصوصيه ديال 400 درهم، ماشي المدرسه الخصوصيه ديال 5000 درهم. راه ماشي نفس المدرسه. راه السبيطار قبيله قلت واحد المثال اللي عطيت الاخوان المكتب السياسي. السبيطار ما فيهش الباب ديال اللي كدير فيها لا كونسلطاسيون الطبيبه، وهنا في الدار البيضاء ماشي يمشيو للدار البيضاء، ومستشفى بريفيكتورال ديال العماله. السيده كدير لا كونسلطاسيون بال ما كيتسدش. تصوروا معايا ونقدر تصوروا معايا حنا في الدار البيضاء الادوات الاليات ديال السبيطارات، وكاين اللي كيمشي لي كلينيك 5 ايطوال. اذا وانا بقى كنقول انا بعض المره واش حتى الحج، انا واحد الوقت كنقول له المغاربه راس تقريبا ولكن في الحج كيتلاقاو، ولكن دابا حتى في الحج ولا هما كيتلاقاوش، ولا الحج في اي بي. كتعرفوا هذه المساله الحج ديال بمعنى اخر السرعتين ولا 3 ديال السرعات ولا 4 الى اخره واقع ملموس. السؤال المطروح هو كيف اننا نرجعوا المغرب غادي بسرعه واحده. حنا عندنا في برنامجنا الانتخابي غنطرحوه، رجعوا المصداقيه للمدرسه العموميه، الجوده نتاعها، رجعوا المصداقيه للسبيطار يولي كيلعب ادواره، لانه هو فين كيتلاقاو المغاربه. المدرسه السبيطار. واحد السي سولني على ان المغرب في لانفراستركتور، في هادشي ديال الطرق ايجابي جدا، ايجابي ان المغرب يكون دوطي، يكون فيه البنيه التحتيه قويه الى اخره. ولكن الايجابي اكثر هو نبنيو الانسان المغربي، بناء الانسان المغربي، لان الطريق تمشي، ولكن اذا بنينا الانسان راه كيبقى دائما ونخلقوا امكانات ديال التقدم. حنا كنشوفوا هادشي ديال الشوماج ديال جون، الشوماج ديال النساء. واحد السيد قال لك اسيدي المراه تتزوج، النساء وصل المستوى ديال البطاله عند النساء وصلوا لواحد المستويات قياسيه، لا على مستوى النسب ديالهم اللي هما اكتيف، اللي هما النساء النشيطات، ولا على مستوى البطاله كيحقوا. بمعنى اخر خصنا نبنيو الانسان، نبنيو المراه المغربيه باش يكون عندنا امكانات، وما عندناش بزاف د الوقت. راه ما عندناش بزاف، عندنا واحد لافينيت، عندنا واحد النافذه. دابا شويه راه الاحصاء ظهر عاولوا المغاربه اغلبيه ديالهم وصلوا 50 سنه 60 سنه الى اخره. انذاك سيكون صعبا في بناء المغرب، يكون صعيب لان ما تكونش عندنا الامكانيات البشريه لذلك. وبالتالي خصنا نستغلوا هذه اللحظه هذه، نستغلوها من اجل اننا نبنيو بلادنا، نبنيو وطننا، نبنيو الانسان، ونعطيو الامكانيه ديال كوم يسابيل هذا سميتو اخنوش يبغي يرجع، راه يبغي يرجع. اذا كان في كل مارشي ياخذ زعما عادي انه يبغي يرجع. واذا خلينا هاد الانظمه الانتخابيه، اذا خلينا ان راه بحال السلام عليكم يرجع.
واذا بقى مستوى النفور، لانك بحال اللي قصد كاين المسؤوليه ديال المواطنين فاش ديال الافساد، لان كل ما كان نسبه المشاركه ضعيفه كل ما سهلنا الامكانيه ديال الافساد، كل ما سهلنا انه يرجع، ممكن يرجع. السؤال الاساسي واش غنعطيوه واش المغاربه، واش مسؤولين بلادنا، واش اللي قيمين على هذه العمليه الانتخابيه يعطيو مازال امكانيه الرجوع، ليس فقط التشخيص انا بالنسبه لي فلان ولا فلان ماشي هو المهم، ممكن يجي واحد اخر هو الاساسي هو المنظومه، هو اش كيدير، هو كيف اننا نتجاوزوا هذا. بالنسبه للنساء احنا بالنسبه لنا المساواه راه واضحه وسندافع عليها، سندافع اننا نمشي الثبوت، يعني الثبوت تطرح في 2000 شحال هذه 2011 الانتخابات ديال 2012 طرحات، ديال 2016 طرحات، هذه المساله ديال حنا كنظن وصل الوقت باش ندافعوا ونحاولوا نمشيو نحو المناصفه الكامله. هذه عزيزه على فاطمه، هذه المناصفه الكامله. مساله الديمقراطيه كذلك، مساله ديال الديمقراطيه راه الانتخابات هي ماشي المدخل الوحيد، لان كاين المدخل الدستوري حنا طارحينه، ولكن باش نمشيو للمدخل الدستوري خصنا نبنيو الاحزابنا، نبنيو. وهذه المساله ديال الانتخابات، هذه مساله الانتخابات ممكن تؤدي بنا الى حق سياسي بيجي في واحد النوع ديال العقلانيه، في احزاب قويه، ولكن المدخل الدستوري كذلك هو حاضر عندنا، ولكن المدخل ديال الانتخابات هو من المداخل الاساسيه. التقييم هو التقييم اللي اوتوماتيك، هو في راسنا، حنا ما درناش تقييم لحد الان، ولكن هذا الشيء كامل اللي قلناه هذه المذكره مبنيه على تقييم ديال كل التجارب الانتخابيه، ليس التجربه واحده، مبني على كل التجارب الانتخابيه. ولكن بالفعل ممكن نفكروا في تقييم باش بقى، لان لاطغاس باش تبقى لاطغاس مزيان نفكروا في تقييم مكتوب ومتكامل ديال العمليه الانتخابيه في بلادنا. هذه الشيء المساواه هضرت عليها. حكومه الكفاءات الله سيل فو بلي ما بقاوش زعما هذه حكومه الكفاءات، هذه الحكومه راه قالوا في البدايه حكومه كفاءات، لقينا فيها مدير ديال لي ريسورس هيومان ديال الشركه الفلانيه، كاتبه في واحد الشركه، ولات الحكومه ديال الكفاءات هي بحال ميم با ان كونساي دادمينستراسيون، ماشي حتى مجلس اداره ديال الشركه، هو موظفين بحال الموظفين عند رئيس الحكومه وموظفين معاه في الحكومه. غير معقول. كفاءات هي اولا وقبل كل شيء كفاءات سياسيه. خص الواحد اللي يكون وكيبانوا هذه الكفاءات، راه كتشوفهم كيهضروا ما كيعرفوش يهضروا، راه شنا وزير واحد المزيه تاع الاعتام في الجمال. خص اولا الكفاءه السياسيه، وباش تكون الكفاءه السياسيه خص المنتخب، خص المسؤول الحزبي ولا الحكومي يكون عنده التجربه السياسيه الكافيه. بطبيعه الحال خصو يكون عنده تجربه تقنيه، يكون عنده ما يكونش عاوتاني غير كيدير غير الشعبويه ولا هضره، يكون عنده مرجعيه كذلك تقنيه. والحمد لله الاحزاب في المغرب وخصوصا داخل اليسار عندنا ما يكفي من الكفاءات، عندنا ما يكفي من الكفاءات، واحزاب اخرى كذلك كاين الكفاءات، لكن الكفاءات كتولي اللور. علاش؟ لان حتى في القرار الحزبي كيولي هذاك اللي كيجيب الدائره الانتخابيه وعنده الفلوس بزاف وكذا يتحكم حتى في القرار الحزبي، وهذا هو المعضله ديال المغرب. اذا حنا هذه المساله مزيان تكون الحكومه ديال الكفاءات. المونديال كذلك خصو نقاش، نعجل المناسبه غنناقشوا المونديال، هذه الاستثمارات اللي كدار واش ما بعد المونديال، لان مجموعه ديال الدول حتى هي كانت فيها كفاءات وهي اللي دبرت التقناويه التكنيسيست لا ماشي تقنات، المهم انا نقولها تقناويه جو سي با واش. اذا هاد لي زابروش، هاد المقاربات ديال التقنيه راه ما كتنفعش، حيت الواحد اللي خارج من الوسط الاجتماعي، خارج من الوسط السياسي وتعطيه القرار ممكن ان يساعد. التقني خصو يساعد السياسي، ولكن القرار خصو يكون عند السياسي. هذا هو منظورنا العمل السياسي. الشباب راه هضرت عليه. حالة التنافي، شكرا. حالة التنافي راه ما جاتش، ولكن راه كاين مذكره. قلنا حنا هذاك السيد اللي تكلم على الحالة التنافي، البرلماني خصو يكون يشتغل على التشريع داخل المؤسسه البرلمانيه. الرئيس الجماعه خصو يكون بجماعته يدبر الشأن المحلي.
وما يمكنش نديروا واحد في جماعه ويدوز نص ديال العام خارج الجماعه ديلاغ كيعطي شي واحد، هذاك اللي كيعطيه كينوض بينهم كيتضاربوا كندخلوا في مجموعه ديال المتاهات. البرلماني خصو يكون داخل المؤسسه البرلمانيه، يهتموا بالتشريع. اذا كان عارف شويه قاري شويه مزيان ما كانش يعطيه يقرا النصوص يبحث الى اخره. وخصو تعطى البرلماني امكانات باش يمكن له ولكن في اطار الشفافيه، انه يشوف اطر يعاونوه. الى ان العمل البرلماني ليس عملا سهلا، العمل البرلماني راه صعيب. راه في الدول الغربيه كتلقى البرلماني عنده 2 ولا 3 ديال الناس كيشتغلوا معاه باش يمكن له يكون في مستوى النصوص القانونيه، لانه واخا يكون كاع اللي كان ما يكونش كيعرف كلشي. بمعنى اخر خصنا نمشيو في اتجاه هذه المساله ديال حالة التنافي. جاوبت على كيفاش وضعنا المذكره نتاعنا لحاله الجمع بين المسؤوليه ترافع. الجهات التي تتهمونها بالانتخابات، سؤال تكرر كثير راني جاوبت عليه. شكرا لكم ولكم مره اخرى. نتمنوا ان تواصلنا ان يستمر، ليس فقط في المساله ديال الانتخابات، في كل القضايا اللي حنا كنشتغلوا عليها، وحنا بصدد ونخبركم بصدد العمل على نديروا مقترح قانون لمحاربه هذاك الكونفلي دانتيغي، هذاك تضارب المصالح وديال الديلي دينيسي وديال كل القضايا المتعلقه بالفساد. ان شاء الله نتواصلوا معكم